رغم التفجيرات الأخيرة التي عصفت بلبنان، قدم مرسال خليفة حفلا ضمن مهرجانات بعلبك التي أقيمت في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية، متحديا إياها بأغاني تحاكي الثورة والحب والسلام. وعلى وقع موسيقاه حمل جمهوره إلى فسحة أمل. طبعا مش هاي المرة الأولى اللي عم نقدم حفلتنا في ظروف صعبة. كان عندي بكرة مفروض أقدم بعربك، ولكن المتفجرة اللي صارت بالضاحية منعتنا أنه نطلع لفوق، لأنه بسبب الظروف. وبعدين اجت المتفجرة امبارح بالشمال، وكانت تحية لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا، يعني الأبرياء. يعني لازم كلنا نقول لا للحرب، لأنه نحن أكثر ناس عانينا من الحروب. يعني لازم ندفع بالحياة أن تتجه للحلم تبعوه، للجمال. في كتير اشياء حلوه بالحياه، وانه كل واحد ياخذ حقه بهالحياه. سوريا ومعها أوجاع الوطن العربي لم تغيب عن مسرح خليفة، فهو خص في أمسيته معتقلي السجون السورية، موجها تحية طربية إلى المعتقل السوري السابق الفنان يوسف عبدلكي. فماذا صنعت لهم يا أبي أنا يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحب. الطريق إلى مكان المهرجان في بيروت تكاد تكون خالية كمعظم الطرقات ليلا بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن ساحة المهرجان غصت بجمهور خليفة. ما فينا نستسلم للي عم بيصير، والا اذا استسلمنا نحن بنعطيهم اللي بدهم اياه، يعني اللي عم يجربوا يعملوا ارهاب على هذا البلد. فبالتالي نحن بنحب الحياه كثير وجايين نكفي. برغم كل الاوضاع اللي عم تصير هلا بلبنان، نحن رح نجي ونقول انه نحن منا خايفين من شيء. رغم كل هالاوضاع بنبرهن انه الشعب اللبناني بده الحياه. نجوم لبنان والعالم لم يتخلوا عن لبنان في أزمته، واستمروا في إحياء حفلاتهم رغم كل المخاطر التي لم تمنع اللبنانيين حتى الآن من التعبير عن حبهم للحياة. جيلان فطيري، العربية، بيروت.